مساء الخير. اليوم جبت لكم طريقة عمل تمن الباقلة. أني هذا الفيديو مسوية بيه تمن باقلة ومرق البامية، بس الفيديو يصير طويل ما أقدر أنزلهم اثنينهم، فاليوم راح أنزل لكم طريقة عمل تمن الباقلة، وإن شاء الله أنزل الفيديو الثاني لطريقة عمل مرق البامية. فاليوم هي هاي بس تمن باقلة وعلى طريقتي أني. باقلة 3 كوابة من هذا المقياس عندي، وحمص أخلي أنا كوب، واللحم هاي كتف قصيته قطعته راح أسلقه كله سوا، وبعدين أخذ من عنده المرق البامية والباقي أحطه للتمن الباقلة. واللحم من السلقة نحط عليه بس ماي وملح وفلفل أسود وبصلاية. هذه خليت فلفل أسود مثل ما قلت لكم وملح وورق الرنج نحط بس على مود زفورة اللحم عشان ما يحار. حميت بالكيس الكهربائي، هسه احمسها وصب عليها ماي واراويها. حمس هاي صبيت عليه ماي، غطيته واخليه على 5 حتى تطلع القشوة مالته واشيلها. هاي البصلان باقلة. المواد شن هي؟ باقلة خضرة مجمدة فلستها، طلعت كيس باقلة طلعت 3 كوابة. استعملت هذا المقياس يعني مايات متوسطات، اثرمهم واحطهم بالجدر، وبعدين احمسهم مني الذبل، اخلي الباقلة احمسها. ملاعق طعام زيت الزيتون حطيتها، هاي 3 ثرمتها من تذبل تصير صفرة. البهارات واحط الحلبة الخضراء اليابسة. هذه 3 فصوص ثوم هسه ابرشها حتى احطها بالحشوة مال تمن الباقلة يسوي نكهة. هذا البصل ذبل هسه احط عليه، خليت عليه ثوم هسه احمسه شويه. حطيت مقدار ملعقه كوب حلبه خضراء يابسه تسوي كلش نكهه طيبه بالتمن الباقله. حطيت ملح، ملعقه كوب ملح متروسه حطيتها وخلطته. وهسه اخلي البهارات، خليت ملعقه كوب كزبره وملعقه كوب كمون وملعقه كوب فلفل اسود، وهسه جاي اخلطها. حطيت ملعقتين طعام شبنت، ومن اطبخ التمن ايضا اهم اخلي شبنت. وهسه اخلطها. خليت الكوب الحمص هسه اخلطه وشويه واسده واغطيه على ما اطبخ التمن. انا التمن اسويه تطبيق، اطبخ التمن على جهه، ومني بس ينشف مايه شويه اخليه واحط الحشوه واهدره واغطيه واحطه على نار ناصيه. هاي طريقتي اني. هذا كمال الحشوه، اسدها واغطيها، والباقلة ما اسويها كلش حتى لا تذوب من عطب التمن. نقعته. هذه التمن خليته صفيته من الماي وحطيت بالجدر 3 ملاعق زيت الزيتون، وهسه شويه مسويه الزيت. هاي حمسته ونخليه ملعقه كوب كزبره يابسه وخلطه. بحط شبنت انتو. انا طبعا الشبنت انا استعمل اليابس، ما احب الاخضر. اليابس يطلع ريحة التمن الباقلة ويطلع نكهته، الاخضر ما يبين، ما احبه انا، فاحط يابس. حطيت ملح ملعقتين كوب. وهسه احط شبنت، حطيت ملعقتين شبنت على التمن. وهسه احط ماي التشريبة كوب، تشريبة مالت اللحم، وكوبين ماي حطيت. بالكم انتو لا تسوونه كلش هوايه يعني راح نحط الحشوه ومن الداخل ينمرد، فادري بالكم. انا التمن مالتي يحب الماي، انتو شوفوا تمنكم شلونه. خليه 3 من يشرب مايه ننصي شويه، يشرب مايه شويه ونخلي الحشوه ونهدره. هاي الحشوه نخليها بعدين من يشرب مايه. هسه شرب مايه، هسه اخلطه كله حتى الشبنت يتداخل، وبعدين احط الحشوه واخليه يتهدر. حطيت الحشوه هسه اخلطها ورش على الوجه شويه شبنت وغطي. خلطته ورشيت على وجهه شويه شبنت وراح اغطيه هدر. هذا التمن صار تهدر. وهسه اقلي اللحم حتى احط الاكل. اول مره ويا التمن 3 ملاعق زيت الزيتون،
وهسه حطيت ملعقتين زيت الزيتون فوق الوجه حتى هسه توني خليتها قبل لا قلبته. شوف شلون صار كلش طيب وريحته تعط. زلاطة سويت انواع زلاطة ثانية. هذا تمن باقي اللي صار خليته. وهاي مرق البامية وهذا اللحم قليته وهذه الزلاطة مع. وهذا الفيديو مالتنا لهذا اليوم. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، اللي ما مشتركين يشتركون. شكرا.